السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا ولقاء جديد وحلقة جديدة من نور الشمس. النهاردة موضوعنا مهم وشديد الخطورة. احنا النهاردة بنتكلم عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي AI أو Artificial Intelligence. التطبيقات دي يعني بتعتبر فتح كبير جدا في عالم التكنولوجيا وفي عالم الكمبيوترز والذكاء الاصطناعي اللي هو بيحاول ان هو يتفوق على الذكاء البشري. لكن المشكلة النهاردة ان هذه التطبيقات بعضها بيزيف آيات القرآن الكريم. لما تيجي تعمل سيرش او تطلب منه حاجة ممكن يديك آية او آيتين كويسين قوي وزي الفل، وبعد كده حاطط لك في النص آية تانية هو مؤلفها، وكمان حاطط انها مثلا الآية رقم كذا من سورة كذا. لما حضرتك ترجع تلاقي الآية دي مش موجودة والنص ده ما هوش موجود. شيء في منتهى الخطورة هنناقشه النهاردة في نور الشمس. برحب بحضراتكم مرة تانية وبرحب بضيفي الكريمين فضيلة الشيخ عبد العزيز النجار من علماء الأزهر الشريف. منورنا فضيلة الشيخ. شكرا على قلبي، متشكرين. انت اللي منور الشاشة ومنور الدنيا كلها. ربنا يكرمك. برحب أيضا بالأستاذ باسم صلاح الخبير في مجال تكنولوجيا المعلومات. أهلا بك يا أستاذ باسم. أهلا وسهلا. والأستاذ باسم هو اللي نبهنا الحقيقة لهذه القضية وعامل نماذج وأمثلة ازاي في آيات اتحطت وهي آيات مش موجودة أساسا في القرآن الكريم. عايزين نعرف بس الموضوع أبعاده إيه ونبتدي نتكلم إن شاء الله في نور الشمس. اتفضل يا أستاذ باسم. بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع ببساطة شديدة جدا فكرة الذكاء الاصطناعي التوليدي دي مهمة جدا في وصفه. بدأت مع ظهور حاجة اسمها شات جي بي تي. شات جي بي تي بدأ يظهر في نوفمبر اللي فات، يعني دلوقتي احنا لنا تقريبا سنة وشهر. وشغال في مصر؟ لا، أول ما بدأ شات جي بي تي كان ممنوع في مصر، إن هو مش مشغلينه. الشركة الأم اللي هي اوبن اي اي مش مشغلاه خلاص، وكانوا في مرحلة تعتبر مرحلة تجريبية. في هذا التوقيت في 11/20/22 كنت بذاكر بشوف القصة عاملة ازاي، يعني ايه شات جي بي تي والدنيا عاملة ازاي. بعد عدة شهور توصلت الى فكرة ايه، ان شات جي بي تي ده الميكانيزم بتاعته بتشتغل ازاي. هو سيميوليتور، يعني تقدر تقول عليه ان هو بيعمل عملية محاكاة. طيب بس هو بيعمل محاكاة ازاي؟ هو بيعمل عدة حاجات. هو بيفهم ويحلل وينشئ مضمون، ثم يبدأ ان هو لما تطلب منه محاكاة لهذا المضمون يعمله لك باحترافية شديدة، لدرجة ان هو اول ما ظهر شات جي بي تي بعض الشخصيات الهامة في العالم في مجال التكنولوجيا منهم إيلون ماسك وغيره قال لك في مهن كاملة هتركن، مش خلاص ما عادش ليها اي وجود. فانا في هذا التوقيت طيب ما هو ده ممكن، وكتبت مقال في احد المواقع الهامة يعني، وعملت فيديو يا جماعة ده ممكن ان هو يعمل محاكاة للقرآن الكريم. الكلام ده كان في شهر 4. بدأوا في شهر 7 شركة جوجل، وهي شركة طبعا عملاقة المنبثقة عن شركة ألفابت، وألفابت دي اللي هي يوتيوب تبعها، تقول لك لا طب ما احنا نعمل زيه. فبدأوا يعملوا شات جي بي تي بتاعهم، ولكن سموه بارت، اللي هو روبوت دردشة، اللي هو تقدر انت تكلمه فيرد عليك وتستشعر من رده ان هو حاسس بالفيلينج بالنسبه لك، مشاعرك ايه كمان لهذه الدرجه. ايوه ويتوقع انت ممكن تقول ايه. طب ايه اللي خلاك تتوقع انه يعني لو انت كلمته في حاجه في الدين انه ممكن يألف؟ هقول لحضرتك لما اطلعت على تفاصيله كاي اي نموذج ذكاء صناعي، وبدأت تظهر بعض دلالات انه ده انت لو اديته مثلا روايه لنجيب محفوظ، وحضرتك استاذ علاء بسيوني كتبت له جملتين باسلوبك انت وقلت لي اعمل لي سيميليتور للروايه دي بس باسلوب انا ده، يعملها لك. يعني اخد حاجه مشهوره جدا بس باسلوبي انا وطريقتي باسلوبك انت، ولا يستطيع احد ان هو يقول لك ان انت مقتبسها من نجيب محفوظ. كانت دي اول حاجه لفتت انتباهي. طب ما هو ممكن يزيف الكتب المقدسه. على فكره الانجيل ليس بعيدا عن التزييف، لكن احنا بنتكلم النهارده في القرآن الكريم. ففي شهر 4 قلت يا جماعه في خطر، ده موثق بمقالات انا كاتبها. طيب في شهر 7 بدأ جوجل تعمل
بارد اللي هو محل النقاش النهارده. بارد ده شيء خطير جدا. بارد تحدثه عن الشيء، مثلا عن اي موضوع عادي جدا، عن الاخلاق، موضوع مش ديني يعني جنرال، فيقول لك الاخلاق كذا وكذا وكذا وكذا، انا ما قلتلوش استدل لي من القران، فتتفاجئ ان هو داخل لك بيقول لك وقد ورد ذكر الاخلاق في ايات في القران الكريم، ويروح حاطط لك ايه سليمه ويوثقها، يقول لك الايه كذا في سوره النساء، الايه كذا في سوره كذا، وايه تانية سليمه، ايه ثالثه تتفاجئ ان هي مصنوعه. في هذا الوقت انا ذهلت، لاني بدات اتابعه وبدانا نتكلم انا وهو كتير، فبدات اتفاجئ. هو ده تقصد التطبيق؟ ده هو نموذج ذكاء صناعي، ما تقدرش تقول عليه ابلكيشن. يعني بارد، ما خطوره بارد كمان ان جوجل ده هو يعتبر المحرك الرئيسي، بيستخدمه 4 مليار و3 من عشرة في العالم يا استاذ علاء، يعني ما يقرب من فوق نص سكان العالم. فلما 4 مليار و3 من عشرة لما جوجل دي تعمل بارد ده، اعرف ان مينيمم في مليار دلوقتي وانا بكلمك، وهو من شهر 7 اللي فات بيستخدموه. دي الخطوره. طيب عايزين نماذج يا استاذ باسم. النماذج مثلا لو احنا عندنا دلوقتي على الشاشه اهو برضه نموذج اهو. يعني احنا ممكن ناخد مثلا نموذج رقم 1. احنا مرقمين الورق عندنا، ومعانا دكتور فضيله الشيخ. يعني مثلا هنا انا كنت بكلمه عن البخل، ده موضوع عادي جدا اهو، فبيقول لي، بيرد عليا، فبيقول بقى كذا، والبخيل هو الشخص الذي بيعرف لي بقى البخيل وبيكلمني بيرد عليا، والبخيل هو الشخص الذي يحرص على حفظ ماله مهما كان الثمن، حتى ولو ادى ذلك لحرمان نفسه او غيره من الاحتياجات الضروريه. وراح داخل لي على القران الكريم، قال لك وقد ورد ذكر البخل في القران الكريم في عده مواضع، منها قوله تعالى. يعني هو بيتكلم قران، مش هنقدر نقول انه مش قاصد. خلاص، منها قوله تعالى والذين بين قوسين، ومتشكله، وحضرتك استاذنا في الحته دي، متشكله لغويا صح. يعني اللي هو مزيفه في اشرف عليه ناس شكلوه لغويا صح. الاي اي ما يعملش التشكيل، هو يقدر يعمل لغه، يحاكي اللغه. برد ده عنده 16 لهجه. ومين اللي شكله ومين اللي خلاه يديني في الاخر الاستدلال ان دي الايه رقم كذا من سوره كذا؟ هقول لحضرتك خلينا نشوف الايه بقى اللي سيادته عاملها اهو. ده في النموذج رقم 1 بيقول لك والذين يبخلون. مولانا خليك معانا بقى يا دكتور. حضرتك جينا لك احنا عندك اهو. والذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله أولئك لهم عذاب مهين. النساء 37. خد بالك دي تعدي على بعض المشايخ، معلش يا مولانا انا اصلا تعليمي ازهري وعارف مش كل المشايخ حافظين القرآن الكريم كاملا، مش كلهم، ممن يصعدون المنابر يعني. حلو، ومتشكله وزي الفل اهي عندنا اهي جميله. تعال للآية الأصلية، تعال نبص سوا. هو بدأ قال لك ايه؟ والذين يبخلون. الآية الأصلية من بعد 36 يا جماعة، مفيش واو. بداية الآية الذين يبخلون ويأمرون الناس ايه؟ بالبخل. هو ماشي معايا كويس اهو. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، تمام زي الفل. الآية الأصلية فوق اللي هي بالأخضر، وأعتدنا، المكتوبة بالأزرق على الخلفية خضراء، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. نهاية الآية يا مولانا. تمام. بص هو ختمها لك ايه بعد من فضله؟ أولئك لهم عذاب مهين. دي حاجة تانية خالص. وحاطط لك النساء 37، بحيث ان هو ان كنت حافظا للقرآن الكريم حفظا سطحيا مش متعمق في الموضوع، لا تعدي عليك وتاخدها. طبعا انت راجل، انت عارف حضرتك عندنا احنا اسم حاجه انا مسميها التشهير اللا ارادي. بتشوف ايه قرآنيه، كلنا عندنا الخلفيه الدينيه، كوبي وتروح حاططها على الفيسبوك، وعلى صفحتك عليها 5000 واحد يشيروا من وراك، طالما ان الايه متوافقه مع ايه؟ عندك مشكله حد بخيل معاك ولا بتاع، خدت ايه شفت والذين يبخلون. هو طيب قبل ما نروح نشوف مع بعض نماذج تانية، فضيلة الشيخ مبدئيا احساسك الشخصي ان هذا الكلام هو يعني عدم ضبط وعدم انضباط من هذه التطبيقات، ولا هو موضوع مقصود ووراءه جهة ما وعايزة انك شيئا فشيئا تبتدي تخلي المسلمين يعني يشيروا حاجات ما هيش مظبوطة في القرآن الكريم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد،
الأمر جد خطير، والقضية هي أكبر من إن احنا نشير أو إن احنا نظهر ذلك. القرآن الكريم هو المعجزة الوحيدة الخالدة إلى يوم الدين، لأن جميع الأنبياء والمرسلين كانت معجزتهم كونية، إحياء الموتى، العصا سيدنا موسى، وهذه تنتهي بانتهاء النبي بموته، لأنها خلاص انتهت المعجزة، هي كانت له هو بس. لكن القرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى تعهد بحفظه وتحدى بأن يأتي أحد بمثل هذا القرآن، بل مش أحد، ده الإنس والجن، كل إن اجتمعت الإنس والجن، يعني مش الإنس بس، ده الإنس والجن لو اجتمعوا كلهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. طب ليه جاب الجن؟ ليه؟ لأنه كان في العهد ده كانوا بيعتبروا ان الجن ده يعني يعمل المستحيل، اللي احنا بنسميه دلوقتي الذكاء شبيب الذكاء الاصطناعي، يعني ان هو يعمل المستحيل. ولذلك كان في وادي اسمه وادي عبقر، اللي هو كانوا بيسموه وادي الجن، واحنا نقول ده واد جن، ده واد عفريت، تمام. ولذلك يقول لك عبقري، ما عبقري جايه من هنا، من وادي عبقر. فالقرآن الكريم الذي يتحدى وتحدى وما زال التحدي قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هم عايزين يثبتوا إن القرآن اللي انتوا بتقولوا عليه ده محدش يقدر يأتي بمثله، لا، ده الذكاء الاصطناعي هو ممكن يعمل قرآن. طبعا بعيدا عن العيوب البلاغية والنحوية، وفي بعض حاجات تركيباتها يعني حتى مش متناسقة مع بعضها، لكن هذا من إعجاز القرآن الكريم. إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة في الآية 23 يقول: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. اللي بعدها بقى مش ده الشاهد معنا، ده كله عارف: وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. تمام؟ ليه سؤال هنا بعد إذنك، لأنه أنا متأكد إن في ناس كتير قوي وقفت عند سماع هذه الآية. الضمير من مثله كان يقصد به من مثل القرآن فقط، أم أيضا من مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، باعتبار أنه جزء كبير من المعجزة أيضا أن تأتي بمثل هذا القرآن وهذه البلاغة وهذا الإعجاز البياني واللغوي والعددي من رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسب؟ لا، لو حضرتك قرأنا الآية هنلاقي الموضوع سيدنا محمد بعيد تماما عن الموضوع، لأن ربنا سبحانه وتعالى: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني عبدنا ملوش دعوه. يعني إذا كان هناك تحدي فهو تحدي للخالق، مش تحدي لسيدنا محمد. سيدنا محمد ما قالش القرآن ده من عندي، ده بيقول ده من عند رب العالمين. وما دام من عند رب العالمين يبقى أنا لما أنكره وأتحداه يبقى أنا بتحدى من؟ القرآن نفسه بتحدى الإله بالظبط سبحانه وتعالى، اللي هو من الآية دي. بس أنا عايز أربط بين آية علشان هيجي ناس يقول لك ربنا تحدى الإنس والجن، لكن الذكاء الاصطناعي مش داخل في التحدي. ليه؟ ما هو صنيعة البشر في النهاية. لا، ما هو القرآن برضو دخله، لأن في أمور في القرآن ذكرت في وقتها اللي هي العرب كانت تعرفها. لو احنا جينا كلمناهم على الذكاء الاصطناعي، مين من 1400 سنة كان يعرف ان في نت ولا في ذكاء اصطناعي ولا في تليفونات؟ ما كانش فيه. وممكن كمان يتطور يبقى في حاجات أحدث من الذكاء الاصطناعي، مش هو آخر حاجة. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه بقى؟ بيقول: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. تدخل بقى من استطعتم، يبقى ما دخلش فيها الإنس والجن، كل ما هو في استطاعة البشر متحد. ذكاء اصطناعي داخل في التحدي، غيره داخل في التحدي، غيره داخل. هيظهر تقنية أحدث وأحدث وأحدث داخلة من استطعتم، فداخلة معانا في التحدي. لكن هذا كلام مجمل يفسره الأحداث على الزمن حسب ما يحدث.
طيب وده كثير في القرآن له شاهد في هذا يعني. طيب حضرتك ترى انه هذا الموضوع مقصود، ما هوش مجرد لا مقصود، ان التطبيق غير دقيق فهو عمال يعني يا أستاذ الفاضل ده مقصود. في جهات ومؤسسات بتنفق مليارات ووسائل إعلام عالمية متخصصة ومواقع كثيرة جدا جدا من أجل الطعن في القرآن، وإن هذا القرآن مش من عند الله، وإن هذا القرآن من تأليف محمد. هم بيقولوا كده، لكن احنا بنقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن مؤمنين أن هذا القرآن منزل من عند الله عز وجل ونزل به جبريل الأمين. هم لا، بيقول لك ده القرآن ده اللي مؤلفه محمد. والمواقع دي موجودة كثيرة جدا جدا ومحتاجة إلى وقفة من المؤسسات الإسلامية تكون موازية لهذه الهجمة الشرسة المنظمة اللي هي على الإسلام، وخاصة القرآن بما أنه المصدر الأول للتشريع، والحاجة اللي المسلم ما بيقبلش أبدا مهما كان عقيدته إن القرآن يمس، حتى لو ما بيصليش، حتى لو ما بيصومش، مجرد ان هو مسلم وهذا القرآن من عند الله عز وجل له في قلبه قداسة. هو عايز يهز القداسة اللي عندك ديت ويقول لك القرآن بتاعكم ده انتوا بتتحدوا بيه، احنا عندنا اخترعنا روبوت ممكن يعمل لنا قرآن زي القرآن بتاعكم ده. طب هنا في وقفة بقى، لما تطبيق زي بارد اللي حضرتك قلت عليه يا أستاذ باسم يتبع محرك البحث الشهير جوجل، ده يخلينا نشك، يعني زي ما احنا كلام كده شكله رايح في سكه انه احنا ايه، مش خيابه من الابلكيشن، لا ده هو متعمد. فاذا كان كده انا بقى كانسان ما ينفعش ان انا اشك في جوجل واقول، يعني الناس اللي بتستسهل كل ما حاجه تقف في ايده اعمل سيرش على جوجل يا سيدي، وقوم داخل وعامل سيرش ويطلع له نتائج. هل ساعتها انا ممكن اشك بقى في دقه هذه النتائج وفي مصداقيه جوجل نفسها؟ طيب هقول لحضرتك، جوجل دي الشركه الام زي ما احنا اتفقنا. في شركه هيوج ضخمه جدا اسمها الفابت اللي بتملك جوجل وبتملك يوتيوب بتملك كل الحاجات دي. خلاص، جوجل في حد ذاته محرك بحث. يعني ايه محرك بحث؟ لما اكتب على محرك البحث الاعلامي علاء بسيوني هيطلع لي كل ما كتب عن حضرتك من اول ما حضرتك دخلت المهنه دي. حلو ووحش بيطلعه. دي مين؟ جوجل. خلاص. جوجل لما عملت بارد ده نموذج ذكاء صناعي، لما تقول له كلمني عن مثلا جوائز علاء بسيوني مثلا، خلاص، فيبدا ينتقي من كل النتائج اللي جوجل عاملاها ويبدا يعيد صياغتها من اول وجديد تاني. مش بيطلعها مجرد نتائج، يعني جوجل يطلع النتائج زي ما هي، زي ما بيقولوا كده بالمصري بعبالها. لكن جوجل بارد لا، هو بينتقي او بيعيد صياغه هذه النتائج عشان يطلع لي كونتنت او محتوى جديد تماما وفقا للي انا طالبه منه. متفقين كده؟ تمام. متفقين. فكره اللي الدكتور بيتكلم عليها، فكره ان ده متعمد او غير متعمد او ان انا اشك في جوجل، لا، هو حضرتك مش تشك في جوجل، احنا شاكين فيه من البدايه خالص. لسبب، لان طريقه التزييف وطريقه المعلوماتيه اللي بيطرحها لي في نقاشي معاه، واحنا ممكن نجرب حاجه على الهوا دلوقتي، على الهوا، يعني ممكن اقول له كلمني عن علاء بسيوني ونشغل الصوت، مش ضروري نجيب الصوره. طريقه التزييف واليه التزييف تقول لي وفقا لشغلي ان انا بشتغل فيه، لا دي قاعده بيانات هو متزود بيها، مش توليدي، مش ذكاء صناعي توليدي، مش هو جمع معلومات فطلعها لي، لا دي ايات متعمد تزييفها. ولما هنشوف ايات تانية دلوقتي هتلاقيه يا اما يتعمد تزييف الايه، يا اما يفتكس ايه من عنده هو خالص ويروح رامي لك لها توثيق يقول لك الايه 23 في آل عمران، بحيث ان هو عامل حسابه ان اللي بيتكلم معاه في كل الاحوال نسبه 10% اللي حافظين القران يا مولانا، ولا ايه؟ 10% ده نبقى متفائلين يعني، اللي هو حافظين القران ده. اللي حافظين القران كنا زمان في الازهر المتشابهات كانت بتلخبطنا وما زالت يعني لما تيجي تختبروك في القران في الازهر ولا في جامعه الازهر واحنا طلبه، كان يقعد معاك يروح جايب لك ايه موجوده في النساء وفي آل عمران تقف. طب ما بالك كمان ده بيكلمك عادي، بكلمه عن البخل، بكلمه. طب انا عايز ده متعمد 100% على بيه. عايز اقرا مع حضرتك برضو نماذج تانية، ولكن هتوقف لحظات فاصل سريع ونعود مرة أخرى للنقاش في نور الشمس. تابعونا.
أهلا بحضراتكم مرة تانية في نور الشمس. تزييف آيات القرآن الكريم من بعض التطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، ده موضوعنا الخطير النهاردة، وهنفرج حضراتكم بعض الأمثلة. اتفضل يا أستاذ باسم لو سمحت اقرا لنا برضو كنت بتعمل بحث عن إيه وطلع لك إيه؟ كنا هنا بنتكلم مثلا عن الجنة، فكنت بتكلم معاه عن الجنة والنار وكده، فالراجل راح بلا أي مبرر راح مستدل لي بالآيتين. الآية الأولانية زي ما هو قدامنا: وأما الذين اتقوا ففي رحمة من ربهم وفوز غالب، الطور 21. فوز غالب؟ والله غالب دي جت منين؟ ما اعرفش. فأنا قلت فوز غالب إيه؟ رحت أشوف الآية 21 في سورة الطور يا مولانا. مش شريحة رقم 2 اللي أنت بتتكلم فيها دلوقتي؟ 2 ماشي. ما فيش فيها ولا كلمة. الآية أصلا مش موجودة، دي آية تانية خالص. هي مش آية، هي مش آية أصلا، ده هو عاملها مع نفسه. ويمكن كنا بنتكلم في الفاصل ممكن تلاقي واخد اجزاء معينه او كلمات معينه ومضفرها وعامل ايه جديده. دي كتير ظاهرينها على الشاشه اهو، تمام، برضه الناس تشوف معانا. ولقيته بعد كده بيقول لي النجاه من عذاب جهنم، بدا يتكلمني عن جهنم، وبدا يقول لي ان الذين يتقون انما يتقون ربهم بالغيب لهم ثواب ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الملك الايه 13. هذا الاسلوب ولا هو اسلوب قران كريم؟ رحت جايب له سوره الملك الايه 13: واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور. مفيش حاجه تانية خالص. فهو بيعمل لك ايات قرانيه من دماغه هو بس. طب ليه سؤال بقى؟ اتفضل. هو مش خيابه منه انه يعمل كده، ان هو يحط رقم السوره او رقم الايه من السوره، فانت ابسط حاجه ان انا لو شكيت في لفظ كده زي ما انا وقفت عند كلمه غالب دي، ما هو فان انا هقوم راجع على طول للمصحف فهلاقي انه لا، الايه رقم كذا في الصوره الفلانيه، مش كده خالص. هو بيعتمد على فكره الشير اللا ارادي اللي كنا بنتكلم عليها. فكره ايه؟ ان انا بتكلم مع برضه خلاص، وبرضه بقى في ثقه فيه، انا كيوزر او كمستخدم بقى عندي ثقه في برضه، فخلاص بقى بيقول لي، فانا باخد الحاجه وباخدها كوبي وبيست وبشيرها، فخلاص بالنسبه له هو معتمد على كده. لو انت توقفت عند الموضوع ده خلاص ابقى شوف. لا، هو بيعمل دراسات قبل اللي شغالين في الامور دي، الناس شغاله بدراسات وبتنفق اموال كبيره، وهو عارف ان 2 مليار مسلم يصفصفوا على اعداد بسيطه اللي هي تجيد حفظ وتلاوه القران الكريم يعني. فهو بيعمل على الجيل اللي طالع، الشباب اللي هو بعيد عن القرآن، اللي هو مغرم ومفتون بالتقنية وباللغات الأجنبية وبالتقنية، وبالتالي هو بيشتغل على شريحة كبيرة من ديت ان هو يخلوهم يرددوا على ان دي آيات من القرآن الكريم. وبعد شوية لما تكتشف يجي واحد يقول لك دي آية من القرآن الكريم، ازاي القرآن الكريم يبقى فيه ده؟ القرآن ده مش مظبوط، لان دي من الناحيه اللغويه ومن التركيبات مش ممكن ده يكون الكلام بليغ، ولا ممكن ده يكون كلام رب العالمين. يبقى بالتالي بيشككك شريحه كبيره في القران، ويقدر يستقطب الشريحه الكبيره ديت ان هو ياخدها بقى ناحيه الالحاد بقى. في جيل كامل يا استاذ علاء اللي هو عنده 20، اللي هو جيل العشرينات، يعني ولد في عصر الانترنت، فتقريبا لو سالته اسمك ايه بيقول لك ثانيه واحده ويعمل سيرش على جوجل، فاصبحت مصدر المعلومات هو انه يعمل سيرش على جوجل، فبالتالي ده اللي موجود قدامه وده المنتشر. نعم. فهي الخوف كله ان احنا خلال شهور زي ما انا قلت قبل كده في مواقع عده، يعني انه يا جماعه خلال شهور هتلاقي في نصوص تسمى نصوص قرآنية موازية للقرآن الكريم. دي الخطورة بتاعت الموضوع. هي لم ولن تكون موازية للقرآن الكريم، لأن أنا أقصد من حيث التواجد وليس من حيث المضمون. هو التواجد ما هو موجود، احنا عندنا مصاحف غير دي موجودة ومرصودة على النت كثيرة جدا، مصاحف كاملة فيها تحريف إلكترونية، ودي نقطة خطيرة جدا لازم نتكلم عليها. لا دي نقطة محتاجة ليها وقفة. لا الأزهر بيتكلم كمان، هي أخطر كمان من دي، يعني ديت ربما أنا أشك ربما أرجع، إنما في نسخ كاملة من القرآن الكريم فيها تحريف في النسخ كاملة موجودة، يعني تخش تجيب المصحف عشان تقرأ فيه. ولذلك احنا دايما بننبه في الأزهر إن النسخ الإلكترونية ما تاخدش غير، ما تقرأش غير طبعة الأزهر، ما تقرأش غير طبعة الشميرلي اللي هي الطبعات الموثوق بها اللي احنا الأزهر مراجعها. ده بالنسبة لمصر، إنما ال2 مليار مسلم مش عايشين في مصر،
لكن الازهر له قيمته وعليه دور اكيد في هذا الموضوع اللي هنتكلم فيه. استاذن حضراتكم هاخد مكالمه تليفونيه مع احد المتخصصين في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي عشان نفهم برضو ازاي بيتم معالجه البيانات وتزييف الايات القرانيه. معنا على الهاتف الدكتور احمد الوريث، استشاري التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. دكتور احمد، السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك المعالجه دي بتتم ازاي؟ يعني ازاي بيتحول هذا الابلكيشن او هذا التطبيق ان هو يبتدي يعني يدخل على القرآن الكريم وينتقي بعض الايات وبعدين يزيفها والكلام ده تزييف متعمد؟ لان احنا الضيوف الكرام قالوا ان هو تزييف متعمد، ده مش مجرد خطأ في التطبيق، فحضرتك رأيك ايه؟ طيب خلينا بس الاول نحط الامور في نصابها الطبيعي، نفهم آلية عمل الذكاء الاصطناعي شكله عامل ازاي. هو الذكاء الاصطناعي هو عنده مجموعة من التعليمات والبرمجيات والإجراءات اللي بتخليه يقرأ البيانات ويفهمها. لو أجاز لينا إن احنا نقول كلمة يفهمها، لكن هو ما بيفهمهاش ولا حاجة، ولكن بيحللها ويبتدي يستنتج من خلالها مجموعة من العناصر ومجموعة من الاستنتاجات والتحاليل طبقا لسؤال المستخدم، طبقا لسؤال الراجل اللي هيستخدم، الشخص اللي هيستخدم الذكاء الاصطناعي. وامثله على كده زي الشات جي بي تي، وزي اي حضرتك بتقدر ترفع له اي ملف PDF ويبتدي هو ياخد الملف يقراه ويحلله ويلخصه. هو المشكله المعضله الحقيقيه مش في تلخيص وتحليل واستنتاج الموضوع ولا لا، هو المشكله الحقيقيه فعلا ان احنا لازم نيجي ونفرض مجموعه من الاليات والبرمجيات والاجراءات على ان النصوص القرآنية والنصوص الدينية لا يمكن تحليلها بأي شكل من الأشكال، ولا يمكن استنتاجها ولا استنباط نوع ثاني من الأنواع. طب ازاي اعمل ده تكنولوجيا؟ يعني ازاي اتدخل انا؟ لا، هي مش تكنولوجيا. هرجع لحضرتك في النقطة ديت. طيب اتفضل. الايه سير عمل الموضوع شكله عامل ازاي؟ هي المشكلة فين؟ ان الروبوت او البوت او الذكاء الاصطناعي، كل دي اسماء مرادفات لكلمه الذكاء الاصطناعي. بيبتدي ياخد لما بساله سؤال عن ايه، يبتدي يجيب لي الايه بالرسم والمعايير اللي انا دخلت بيها الايات. طيب انا الان احسن يحرف الايه دي زي ما شيوخنا الافاضل اتكلموا في النقطه دي، او لو احنا استخدمنا فعلا الذكاء الاصطناعي زي اي موديل من موديلز الخاصه بالذكاء الاصطناعي، يبتدي يستنتج لي ويطلع ايات بنفس اللحن ونفس الرسم الخاص بالايه بالقران الكريم، ولكن هي ايه غير موجوده على الاطلاق. طب ده بيعمله عامدا متعمدا ولا هو ده من؟ هو ده طبيعه الذكاء الاصطناعي، ده طبيعته. اليات وبرمجيات الذكاء الاصطناعي بتمشي بهذا النمط وهذه الكيفيه. المفروض ان الازهر كجهه رسميه تمام كده بتخاطب الشركات دي وتقول لهم ان القرآن الكريم الرسم الخاص به ده رسم وآيات وألفاظ لا يمكن تحليلها بأي شكل من الأشكال. فبالتالي برمجيا أنا ما عنديش القدرة ان انا اجبر شات جي بي تي او الشركة المصنعة ليها او الشركات المصنعة ليها ان هي تبتدي تقول لا انا لازم تستعملوا كده تقنيا، ولكن لازم اجرائيا واداريا ان احنا نخاطبهم ان القرآن لازم يؤخذ كما هو ولا يمكن تحليله. يؤخذ الرسم ويؤخذ الكلمات والوقوف والمتون الخاصة بالقرآن الكريم كما هو ولا طب يمكن. نعرف رأي الشيخ عبد العزيز في موضوع دور الأزهر. ممكن الأزهر كمؤسسة لها ثقل عالمي، ليست مؤسسة مصرية فقط، ممكن يبقى لها ثقل انها تخاطب هذه التطبيقات والشركات المالكة ليها وتحط حدود عن مدى استخدام القرآن الكريم والنقل كما هو من مصدر موثوق وليس التأليف والتحريف. هو في الحقيقة في موعد مع الدكتور أحمد معانا والفريق معاه من اللي جاي من أمريكا، ان احنا هيبقى في لقاء في الازهر هذا الاسبوع في مجمع البحوث الاسلاميه مع الدكتور نظير عياد، بحيث ان الازهر يتبنى هذه الفكره بما انه هو المؤسسه الاسلاميه العالميه اللي مسؤوله عن
حفظ القرآن وكل ما يتعلق بالأمور الإسلامية. وإن شاء الله بإذن الله أعتقد أنه سيجد استجابة كبيرة جدا جدا، لأن لا يمكن لأي مسلم حتى وإن لم يكن أزهري أنه هو يتقاعس عن أمر مثل هذه الأمور. حضرتك تقصد المهندس وائل نصر؟ الدكتور وائل نصر. نعم. طيب برضه هرجع لموضوع الرقمنة الإسلامية، نفهم من المصطلح ده عامل ازاي. الدكتور قال والدكتور احمد برضه، والدكتور احمد قال عليه. شكرا دكتور احمد على المداخله، كتر خيرك. استاذ باسم، قول لي من وجهه نظرك تكنولوجيا انا عندي اسلحه ولا ما عنديش؟ عندي اي وسيله اخترق الكلام ده، احط له محددات وشروط اجبره ان هو يشتغل بيها ولا ما عنديش؟ طيب مبدئيا بس تعليق صغير كده على كلام دكتور احمد. طبعا هو ورانا او قال اللي احنا قلناه في البدايه، فكره آلية عمل الذكاء الاصطناعي. لكن في نقطه، فكره التعمد هنا مش مبنيه على فكره ان هو استنتج من النص القرآني فعمل نص جديد. والدليل على ذلك ان انت بتكلمه في موضوع اصلا ملوش علاقه بنصوص قرآنيه. مش بقول له تعالى لي والله اعمل لي آية، او قول لي كلمني عن الآيات المذكورة في القرآن عن مثلا عن الخير. لا خالص، ده انا بقول له كلمني عن الخير. في نقطة مهمة جدا، هي ان هذا الذكاء الاصطناعي حاليا، الروبوتات الدردشة بالتحديد وعلى رأسها بارد، هو يستطيع ان يكون مضمونا جديدا، مش فكرة ان هو فقط ياخد من اللي موجود. هو قاله الدكتور احمد، قال لك ان هو بيكونه كتحليلي. لا ثانية واحدة، بعد ما يكونه يقدر ان هو يتوقع الآتي، اللي هو اللي انا قلته لحضرتك في بداية الحلقة، ان هو ازاي انت قدرت تحط لي آيات انا اساسا مش سألك عنها. انا مش بسألك عن القرآن الكريم، ده انا بسألك عن موضوع عادي، فتيجي تروح مستدللي بيها، وانت عارف حضرتك الاستدلال بالنسبة للكلام، فبالتالي انت بتستدللي بآيات قرآنية انا لم اطلبها منك على الإطلاق. هل يا ترى الموضوع آيات قرآنية بس، ولا في بعض الأحاديث أيضا ممكن يحطها؟ الأحاديث ChatGPT مثلا. أنا موجود عندنا حديث عايز أوريه لفضيلة الشيخ، لا أساس له، حتى مش موجود في الأحاديث الموضوعة. أنا على الشاشة كده. شات جي بي تي. اقرا كده بعد إذنك. اللي هو أنا رقم كام؟ لا مش موجود عندنا. اقرا من الشاشة، اقرا من الشاشة. مش موجود عندنا في الشاشة. وعن أنس عن النبي من لا يؤدب الناس بالإحسان مثلا ويعرف الناس بالإصلاح فليس منا. وكاتب رواه البخاري ومسلم الاثنين. تعال نروح البخاري ومسلم مع بعض، مش هتلاقي حاجه زي كده. ده شات جي بي تي، واخد بالك؟ وشات جي بي تي كمان بيشتغل. انا مقصود كلامي ايه؟ اللي عايز اوصله بس تعليقا على كلام الدكتور احمد، ان هذه الايات مش استنتاج نتيجه شغل الاي اي، لا، دي قاعده بيانات موضوعه وموثقه. في ورقه عندنا كنت انا سايبها للجماعه، الورقه دي كاتب هو برد تحت، كاتب لك ايه؟ هذه النتائج خاضعة لمراجعات بشرية. يعني ايه؟ يعني النتائج اللي محطوطة قدامك هو بيطلع لك تحت كده ان في بعض النتائج منها بتخضع لمراجعات بشرية. ليه؟ هو ما يقصدش عشان القرآن خايف عليه ولا حاجة، حاشا لله، لكن هو عايز يقول لك ان ما تحطش بياناتك الشخصية، ما تحطش رقم تليفونك لانه هياخدها ولو حد سأل عليها هيديها له. ما تحطش ايميلك، هياخدها ويديها لاي حد تاني. واخد بال حضرتك ازاي؟ فهذه الايات المزيفه اللي ليست واحده ولا اثنتين ولا ثلاثه ولا اربعه، لا، ده خد بالك عندك حاجات هو بيزيف 24 ساعه. دي قاعده بيانات، فاكر يا مولانا لما كان ايام السي دي، دي قاعده بيانات محطوطه في الانجن بتاعه، قاعده بيانات متعمده محطوطه في الانجن بتاعه. وهقول للي بيسمعوني والناس المتخصصين حاجه، ال LLM اللي هو لارج لانجويج موديل، اللي هو نموذج الذكاء، النموذج اللغوي الكبير اللي مبني عليه كل الهلومه اللي اسمها ذكاء اصطناعي، ما فيهاش تشكيل يا مولانا، فيها لهجات لكن ما فيهاش تشكيل. انت واصلك ولا الشكل اللي هو بياخده في القرآن الكريم؟ لا ما فيهاش، ما عندوش. هو عنده لغه ويقدر يحاكي اللغه، لكن تقول لي تشكيل وان الممنوع من الصرف يا مولانا يجره بالفتحه نيابه عن الكسره، لا ما تقوليش، لا ما تقوليش. دي قاعدة بيانات معمولة بعناية، ولكن يتم تضفيرها أثناء أنا مستخدم، أنا يوزر أهو، وده مكمن الخطورة في الموضوع. طيب ثواني، هاخد مداخلة تانية. اتفضل. من أحد المتخصصين اللي بيشتغلوا حاليا على إطلاق مشروع بالتعاون مع الأزهر الشريف،
بهدف ضبط كل المحتوى الديني على الانترنت، وخاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي. يا ريت. الدكتور المهندس وائل نصر، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. اللي حضرتك بتعمل في منظمة الإيكان الدولية، ممكن تقول لي المنظمة دي عبارة عن ايه، وكلمني عن المشروع لو سمحت. الايكان هي تعتبر زي حكومة الانترنت، هي مكانها في لوس انجلوس، وهي اللي ماسكه العقد الرئيسيه او النقط الرئيسيه لشبكه الانترنت العالميه. هي مسؤوله عن الاتصال، تنظيم الاتصال لغويا وهندسيا عبر الانترنت، ومسؤوله عن العلامات التجاريه على الانترنت. هي منظمه تنظيميه هندسيه لغويه، واحنا عملنا معاهم شغل كتير على ال20 سنه اللي فاتت في مجال وضعنا كل المعايير المتعلقه باللغه العربيه على الانترنت. انا دخلت الحوار متاخر شويه، بس سمعتكم بتتكلموا في موضوع التشكيل والحاجات ديت، ودي حاجات احنا اتناقشنا كتير فيها قوي في الايكان، وكان في دايما في طرفين في النقاش، اللي هو بعد انك تحط كل المعايير المتعلقه باللغه العربيه صحيحه 100%، والبعد الثاني اللي هو سهوله الاستخدام. طب ايه المشروع اللي حضرتك بتشتغل فيه مع الازهر الشريف؟ المشروع هو متعلق اسمه التوثيق مركز العالمي للتوثيق الرقمي للقرآن الكريم. هو القرآن على 50% من المسلمين على الاقل النهارده بيقروا القرآن على الانترنت، واكثر من نصهم تبع في الدراسه اللي اتعملت قال لك لا يثق، يعني هو يبقى بيقرا القرآن يا رب ده صح ولا في غلطات ولا ايه. وفعلا في غلطات كثيره جدا جدا في المحتوى الرقمي للقرآن الكريم، نتيجه ان مفيش هيئه رقابيه زي الازهر الشريف، اللي هي ايه، انت حضرتك لما تروح عايز تطبع نسخه بتروح الازهر الشريف بيختموا لك عليها، وبعد كده تقدر تروح المطبعه تطبعها. طب ده الكلام ده في النسخ المطبوعه المكتوبه، مش لكن بالنسبه لتطبيقات الذكاء الاصطناعي نقدر نتدخل ازاي؟ بالنسبه عشان تعمل الموضوع دوت للقرآن الكريم على الانترنت، انت لازم تشتغل مع الايكان ديت، انك لازم يديك اكسس كده، او يديك يعني نقطه رقابيه بحيث انك تقدر تراقب العالم كله وكل الصفحات وكل الفيديوهات وكل حاجه من فوق خالص في شبكه الانترنت، بحيث انك تبدا بقى ايه تحط التكنولوجيا بتاعتك انك ايه تصلح المحتوى ده. هنا يجي دور الذكاء الصناعي. يعني احنا المشروع اللي بنعمله حاليا ان احنا بنركب السيستم ده وبنصممه مع الايكان، بحيث ان هو يبقى الازهر الشريف قاعد عنده اللي هو بيقول عليها البيرد اي فيو، او ان هو يعني واقف فوق كده من فوق خالص على الشبكه بيراقب. طيب انا دلوقتي عايز اشتغل بقى وابدا اراقب المحتوى دوت واصلحه واتعامل معاه وكده. هنا يجي بقى دور استخدام اللي هي التكنولوجيا اللي هي حديث اليوم، اللي هي الذكاء الصناعي، ان انت بتديك امكانيات ضخمه جدا في ان انت تقدر تتعامل مع المحتوى الضخم دوت وتنقحه وتتاكد ان اي مسلم بيستعمل الانترنت في قرايه القرآن الكريم على اي تطبيق او بيسمع اي فيديو ان هو ما يكونش فيه اخطاء خالص، بالتالي مسؤوليه كده يعني. شكرا لحضرتك باشمهندس وائل، شرفتنا بهذه المداخله في برنامج نور الشمس. يعني تطبيقات بتعمل تحريفات وتزييفات، واضح انها احنا قدامنا معركه كبيره ما تخلصش في الحلقه النهارده، لكن اخد يعني تعليقات اخيره من حضرتك فضيله الشيخ عبد العزيز، اتفضل. هو طبعا بالنسبه للتطبيق هو يعتبر تطبيق مفضوح، يعني في ايات زي ما قلنا، زي اللي هو في رقم 3 وان تظلموا فان الله غني عن العالمين، النحل 36 مش موجوده خالص. ده سيبك من الامثله، انا عايز راي حضرتك، الازهر ممكن يتدخل ازاي بهذا المشروع، وازاي يبقى له سلطه ان هو ما يستدلش او ما يتخذش اي ايه من القرآن الكريم الا ايضا من تطبيقات الكترونيه واخده تصريح من الازهر. هي في نقطه سريعه، انا عارف ان انت وقتك قرب ينتهي. هو انتهى. طيب خلاص، هي دقيقه بس، هلخص الموضوع في دقيقه. حتى النسخ الورقيه اللي مراجعه من الازهر هي داخل مصر فقط، او مثلا في السعوديه داخل السعوديه فقط، انما احنا عندنا بنتكلم عن 2 مليار على مستوى العالم، في نسخ ايضا ورقيه بين ايديهم مش موثقه. فاحنا لو قدرنا نوصل
زي ما قال الدكتور وائل نصر، المهندس وائل نصر، لو قدرنا نوصل ان الازهر يبقى له تحكم، يبقى فيه نسخ الكترونيه معتمده من الازهر وموثوق بيها وموجوده على النت، يبقى انت قدرت تصل ل 2 مليار مسلم في اي مكان في العالم يقدر يلاقي نسخه موثقه، سواء يقراها من على النت او يطبعها ويخليها عنده ورقيه. تمام. فده مشروع ممتاز يعني. في عجاله 3 نقاط سريعه جدا. لا 3 نقاط ما هم 30 ثانيه. اول حاجه، مفيش حاجه اسمها تقدر تعمل اي حاجه تتحكم من خلالها في الموضوع الا بطريقه واحده فقط تكنولوجيا. اول حل تكنولوجي ان يبقى عندك التول ديت وسيله اداه تعمل اجنور او تعمل حظر لاي نسخه غير مطابقه للمصحف الشريف الرئيسي. ده رقم 1 تكنولوجيا. رقم 2 ان تكون هناك حمله احترافيه اعلاميه تتبناها جمهورية مصر العربية لطرح هذا الموضوع داخليا وخارجيا. رقم 3 أن يقوم الأزهر الشريف بوصفه المؤسسة الإسلامية الأم لينا كمسلمين في العالم كله بالتحرك قانونيا ضد شركة اسمها ألفابت، وشركة اسمها جوجل، وشركة اسمها مايكروسوفت، وشركة اسمها اوبن اي اي اللي هم الشركات التكنولوجية الأم المصنعة لتلك التكنولوجيا. استاذ باسم، شكرا ليك على وجودك معنا في نور الشمس النهارده وعلى اثارتك هذه القضيه. فضيلة الشيخ عبد العزيز النجار، شرفتنا بوجودك معنا في نور الشمس انا اللي النهارده. بشرف بيك الزعلان. ربنا يكرمكم. احنا النهارده يعني نعتبر ان احنا قدمنا زي بلاغ للراي العام، والموضوع الان يعني اعتقد انه منوط بالازهر الشريف ان هو يقعد مع الناس المتخصصين في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ونحاول نوصل لحلول تمنع مثل هذا التأليف وهذا التحريف والتزييف مرة أخرى. وقتنا خلص، أشوفكم على خير بكرة إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.